تخيل كده تصحى من النوم تلاقي حاجات كتير متغيرة من حواليك، وبعدين تكتشف انك في خط زمني غير اللي انت كنت فيه. باري ألين واللي هو فلاش اتعرض لده، فتعالى كده مع بعض نشوف هو عمل ايه، وده بعد الانترو. حدث فلاش بوينت هو ريبوت بينهي استمرارية كون نيو ايرث، وبيبدأ برايم ايرث ونيو 52. التغيرات اللي بتحصل في الجدول الزمني بعد عودة فلاش في الوقت المناسب لإنقاذ أمه. بيصحى باري ألين عشان يكتشف إنه في جدول زمني متغير، واللي فيه ليونارد سنارت اللي هو سيتيزن كولد هو أعظم بطل في سنترال سيتي. وأصلا في الخط الزمني الطبيعي بتاع فلاش ليونارد سنارت يبقى كابتن كولد ويعتبر من ألد أعدائه. تعالى بقى مع بعض نشوف ايه المختلف في الخط الزمني ده عن الخط الزمني الاصلي بتاعه. امه واللي اسمها نورا لقاها عايشه، واللي المفروض انها متوفيه في الخط الزمني بتاعه. ابوه ميت بنوبه قلبيه من 3 سنين بدل ما يبقى مسجون. وفلاش والجاستس ليج مش موجودين. نروح بقى لمدينه جوثام لباتمان اللي كان بيقابل سايبورغ، وبيعملوا مؤتمر مع مجموعه من الابطال الخارقين بيتناقشوا فيها عن ان ازاي المعركه اللي بين الاطلنطيين والامازونيات سببت موت وخراب في اوروبا، مع احتمال تعرض امريكا للخطر ده. ما عرفوش يلاقوا حل سوا، فبيخلصوا الاجتماع وكل واحد بيروح لحاله. باري ألين بيروح للبات كيف وبيهاجموا باتمان، اللي بنكتشف انه توماس وين اللي بقى باتمان بعد موت ابنه. توماس كان فاكر ان الجوكر هو اللي بعته ونزل فوقيه ضرب. كابتن يا كابتن، هو كله ضرب، مفيش شتيمه ولا ايه؟ باري حاول يقول له انه بطل خارق وانه اسرع رجل في العالم، راح كمل فوقيه ضرب برضه وقال له انت مش سريع كفايه عشان تصد ضرباتي. باري كان بيحاول يشرح لتوماس عن هويته السريه وعلاقته ببروس في الجدول الزمني بتاعه، بس ذاكرة باري بدأت في إعادة ضبط لنفسها حسب الجدول الزمني الجديد. باري بيعرف إنه مش في كون تاني ولا حاجة، هو في خط زمني معدل خاص بيه، وبيخرج من الخاتم بتاعه بدلة ريفرس فلاش اللي خلت فلاش يفتكر إن إيوبرد ثون هو المسؤول عن تغيير التاريخ. قرر باري إعادة إنشاء الحادث اللي اداله قدراته، وده عشان يحاول يوقف الضرر ويصلح الدنيا يعني. بس المحاولة عرضته لحرق شديد. توماس رجعه للبات كيف عشان يحاول يعالجه ويخليه عايش، بس لما فاق باري قال له عايزين نجرب تاني بس بصعقة أكبر المرة دي. توماس كان معترض، ولكن بعد إلحاح من باري ألين توماس وافق. بس للأسف ضربة البرق فجرت القصر بتاع وين مينر، وتوماس كان هيقع من فوق القصر، بس الصعقة بتدي باري قدراته وتعالج إصابته وأنقذ توماس. بعد ما قعد يبحث وصل إن ثون غير الجدول الزمني عشان يمنع رابطة العدالة اللي هي الجاستس ليج من إنها تتكون، وعرف إن الصاروخ اللي كان شايل سوبرمان وهو لسه طفل اتدمر في متروبوليس بدل كانساس، وحبسوا في بروجكت سوبرمان. فلاش وباتمان راحوا وانضموا لسايبورغ عشان يوقفوا حرب وندر وومن وأكوامان، بس قبل ما يخشوا في المواجهة دي راحوا يدوروا على بروجكت سوبرمان، بس للأسف لقوا نسخة شاحبة وضعيفة جدا من سوبرمان. توماس وبكل سخرية قال له هو ده بقى يبقى أقوى كائن في الكون. المهم يعني الحراس وصلوا وقطعوهم، وفي وسط المعركة طار سوبرمان ومشي وساب فلاش وباتمان وسايبورغ، بس أنقذتهم إليمنت وومن. اللي ما يعرفش مين هي إليمنت وومن فهي عضو في الجاستس ليج ودوم باترول، وقوتها إنها بتقدر تحول جسدها لمركبات مختلفة وبتقدر تتلاعب بجميع العناصر. ذكريات فلاش كانت بتتغير وخلاص هينسى الخط الزمني الاصلي، بس باتمان اداله مضاد للصرع عشان يبطئ النشاط الكهربي في دماغه عشان يمنع ده. الرئيس اعلن فشل سايبورغ في توحيد السوبر هيروز، وان الولايات المتحده هتدخل في حرب الاطلنطيين والامازونيات. بيلي باتسون واللي هو شازام كان حاسس بالخزي عشان اخر مره حاول يتدخل وندر وومن هزمته بسهوله جدا. فلاش وباتمان وسايبورغ واليمنت وومن كسروا باب بيته وطلبوا مساعدته هو ومارفل فاميلي، وباتمان طلب منه يحاول يمنع ذكريات فلاش من التغير اكتر من كده. بيلي وهو بيحاول يعمل اللي باتمان قال له عليه شاف ذكريات نفسه في الخط الزمني الاصلي. في الوقت ده بيسمعوا عن الهجوم الجوي على انجلترا، بس بسبب القوة الجوية للطيارة الخفية بتاعة الامازونيات الهجوم الجوي ده فشل. هال جوردن كان اول ضحية، واللي في الخط ده هو طيار بس معهوش الخاتم. فلاش قال لباتمان انه مش هيفضل واقف كده والعالم بيتدمر والناس بتموت بسبب ثون، وبيقول له انه لو فشل في ايقاف العالم ده هيدمر نفسه. باتمان انضم له واتجه للندن واللي حاليا نيو سيمسترا، وانضمت ليهم برضه انشنترس. ولو متعرفش مين هي انشنترس فهي كائن قديم ومتعدد الابعاد، وهي برضه عامل من عملاء الفوضى في الكون. استحوذت على جسد جو مون بعد ما حررتها من غير قصد. نيجي بقى للمواجهه. مارفل فاميلي اتحولوا كلهم وهاجموا وندر وومن، وكانوا هيفوزوا لغايه ما اكتشفوا ان انشنترس جاسوسه للامازونيات واستخدمت سحرها ورجعتهم لشكلهم الطبيعي تاني.
بعدين بنت سيليا قتلت بيلي باتسون، وده اتسبب في انفجار كبير دمر القوة المعارضة. ولو ما تعرفش مين هي بنت سيليا، فهي تبقى عمة وندر وومن، وبرضه تبقى الجنرال بتاعها. وكلام في سر كده يعني، هي المدبرة للحرب دي اصلا مع صاحبها الامير اورم. ظهر بقى ريفرس فلاش وقال له فاكر انت لقيتني، وفي اللحظة دي سحبت قوة السرعة كلها عشان توقفني، عشان تمنعني من اني اقتل امك. كنت زي الرصاصة، انت دمرت التاريخ، دمرت حياة الاشخاص الاقرب ليك وحطيتهم في طريق محطم، غيرت الوقت زي الهواة. ده خطأك يا باري، الجحيم ده انت اللي صنعته، انت استبدلت حياة امك ببقية العالم. ثم بقى بيعيد ضبط الاهتزازات الداخلية لباري عشان يفتكر. بعديها قعد يستهزأ بباري عقبال ما باتمان طعنه من ظهره وقتله. سوبرمان او بروجكت 1 وصل وبدأ في مساعدة الابطال في الحرب، وقتل انشنترس ووقف الحرب دي وعمل السليمة مع اكوامان ووندر وومن. توماس وين بقى أصر على إن باري يرجع للخط الزمني بتاعه عشان يتراجع عن ملايين الوفيات اللي نتجت عن الحرب دي. في الوقت ده سايبورغ اكتشف نشاط زلزالي وقال إنه ممكن يدمر العالم. فلاش بقى بيحاول تاني عشان يرجع الخط الزمني، بس قبل ما يدخل البث الزمني توماس شكره واداله رسالة يديها لبروس. بعدين فلاش راح يقابل أمه وكشف لها عن كل الأسرار ودوره في خلق العالم ده بإنقاذه لحياتها. باري ودعها وكانت عيونه كلها دموع. بعدين بيسافر باري بالزمن لورا وبيندمج مع نفسه الأصغر اللي كانت بتحاول توقف ثون، وبيخلق عن غير قصد جدول زمني جديد مختلف عن الكون الأصلي وعن فلاش بوينت. صحي باري وكان فاكر إن كل حاجة رجعت لطبيعتها، ويفتكر الرسالة بتاعة توماس وراح قدمها لبروس اللي لسه باتمان في الجدول الزمني الجديد. اتأثر بروس عشان تضحية أبوه، وشكر باري إنه عرفه كل حاجة حصلت قبل عودة الجدول الزمني لطبيعته. وفي أعقاب الأحداث الجارية بيبدأ دي سي يونيفرس جديد. بس كده، دي كانت كل حاجه اقدر اقولها لك عن فلاش بوينت. فما تنساش بقى تشوف الحلقات اللي فاتت، ولو عجبك الفيديو بقى ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، لان ده هيشجعنا جدا اننا نكمل، وعشان برضو تشوف الحلقات الجايه. والقاك يا صديقي في فيديو جديد.